تزعلك الدنيا وتصالحك الشيف هديه. ويلا بينا. الله اكبر. ويلا بينا نعمل اكل مطاعم باحلى واجمل طريقه في الدنيا، من الوصفه اللي فيها ريحه الحبايب. الله على الكابوريا، العشاق الكابوريا، عايزه اقول لكم اللي ما بياكلهاش وما بيحبهاش بالصوص الخطير بتاع الشيف هدير اكيد فايته كتير. يلا بينا نشوف الطريقه. يلا بينا نعمل اول حاجه وهي التتبيله اللي اللهم لك الحمد، يعني بعملها احسن ولا اجدعها مطعم يعني. جبت عندي الكبه بتاعت الهاند بلندر او ممكن تدقهم في الهون اي حاجه. نزلت بشويه من التوم، والتوم على حسب الحاجات اللي عندك. حطيت معلقه كبيره مليانه من دبس الفلفل الاحمر اللي انا بعمله، عملته معاكم في فيديوهات قبل كده. تمام. هنزل بعدد عصير ليمونه كبير، عدد واحد عصير ليمونه كبيره على التتبيله مؤقتا يعني. تمام. وبحب اعصر التتبيله تاني على السمك، وهنشوف دلوقتي الشكل. تمام كده. عايزة أقول لكم إن الوصفة دي من أحلى الوصفات اللي بحبها، يعني بعشقها بجد. بعشقها بجد. وصفة اللي فيها ريحة الحبايب بجد. بعد كده بقى هروح نازلة عندي بشوية من الملح، ودايما تكتري الملح وانت بتتبلي السمك عشان يشرب من التتبيلة. هنحط عندي هنا شوية من الكمون، وشوية من الكزبرة، وشوية من السبع بهارات. وهحط هنا عندي كده حوالي فنجان من المية. ليه بقى؟ لان ده بيخلي لي التتبيلة رائعة. بعد كده هضربهم في الكبة. ما بجيبش حتة الضرب دي لان الفيشة بتبقى بعيدة، فبحاول ان انا اقرب المسافات شوية. عندي هنا الكابوريا، خدت معلقة من التتبيلة وحطيتها على الكابوريا بعد ما غسلتها، وبمسكها كده اتبلها زي ما انتم شايفين. هركن الكابوريا على جنب. عندي هنا بقى السمك المكرونه بتاعي ده كان حوالي كيلو ونص من السمك المكرونه. بجيب عليه بقى التتبيله وبنزل على السمك بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده يا حبايب قلبي. بجد بجد سمك المكرونه طعمه تحفه جدا وانا بحبه بجد. ربنا يرحم ابويا الله يرحمه، هو اللي بيحببني فيه وفي اكله، بحبه جدا جدا جدا. تمام. دلوقتي بقى لبست جوانتي كده وبدأت ان انا اتبل السمك بقى كله في بعضه كده، اخليه يتغلغل جوه التتبيله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لو وصلتوا معايا لحد هنا كالعاده اذكروا الله، صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، لان هو ده سر النجاح. بعد كده بقى بجيب عندي هنا بقى ليمونتين كبار، وببدأ أعصر فيهم على السمك بتاعي. وما برميش القشر، لا أنا بحطه مع السمك. تعالوا هنا بقى يا حبايب قلبي نسمي الله ونصلي على رسول الله. وبعد كده هنعمل الرز بقى، شوية الرز اللي هقدمهم جنب الأكل ده. عندي هنا بقى حطيت حلة، رفعت حلة على النار، نزلت فيها بالزيت. بعد كده جبت عندي بصلتين ضربتهم في الكبة، ما يكونوش ناعمين قوي يعني. انا بتحكم في خرطة البصل اللي انا محتاجاه. هرش عليهم رشة ملح عشان يتبالوا معايا بسرعة، ما ياخدوش معايا وقت. هبدأ أشوح في البصل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وهنا يا جماعة عايزة أقول لكم إن رز الصيادية ولا بيتحط له دبس رمان، ولا بيتحط له صويا صوص، ولا بيتحط له أي حاجة. تتحكمي عندك هنا في لون البصل لأن هو ده اللي هينجح معاكي الوصفة. تمام. أول ما البصلة وصلت للون ده بروح نازلة عليها بمية على طول فورا كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ممكن تشيلي معلقة من تتبيلة السمك تنزلي بيها في الخلطة اللي عملناها دي. بعد كده بظبط الملح، بحط شوية من السبع بهارات، شوية شطة لو انتوا حابين الرز سبايسي. واول ما يبدأ ان هو ياخد كام غلوة كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، بروح غسلة شوية من الرز. انا هنا كنت مستخدمة حوالي نص كيلو تقريبا من الرز او كيلو الا ربع، مش متذكرة قوي. تمام. اهم حاجة ان بعد ما الصوص بتاع الصيادية غلى كده زي حبان شايفين يا حبايبي، بروح جايبة بقى الرز ونازلة بيه كده اهو بعد ما اتغسل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يلا بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا قولوا لي بقى يا شيف هدير تسلم ايدك، وتستاهلي كام من عشرة يا شيف هدير على الوصفات الحلوة. عملت لنا اكل مطاعم حلو بقى، بتعلمينا بقى تركات المطاعم وبتعلمينا كل الاسرار.
اول بقى ما ظبطت كده الرز وظبطت الميه خلاص والدنيا اتظبطت، بغطيه شويه، برجع اكشف الغطا من عليه بشوفه. اول ما بيبدأ يتشرب بوطي النار تماما، وبنقله كده بقى عشان يتفلفل على النار ويستوي براحته. تعالوا هنا بقى بينا نعمل الكابوريا. حطيت حلة هنا عندي على النار، نزلت فيها بمعلقة من السمنة البلدي، هسيحها كويس قوي وهسخن الحلة بتاعتي كويس. بعد كده هروح نازلة بالكابوريا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. عايزة اقول لكم دي طريقة كابوريا خطيرة جدا، من احلى وانجح الطرق، من غير افتكاسات، ملهاش اي 30 لازمة ولا تعقيدات. تمام. هنا بقى وكمان هنعمل لها كده شوربة صوص كده نازل منها خطير خطير خطير. عندي هنا بقى الكابوريا، طبعا انا بسيبها على النار بالشكل ده تاخد لها تشويح. هنا بقى بتشم ريحة، الله على الجمال. تمام. هنقعد بقى همسك المساكة، عشان خاطر بالمعلقة هتغلبك شوية. تمام. هنروح بقى ايه، هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هنا بقى نزلت عليها ببصلايه مفرومه. تمام. وعليها توم مفروم، بصلايه مفرومه وتوم مفروم. نركز كويس قوي. تمام. الريحه بقى بتطلع. هنا بقى بنمسك الحله كده بالمساكه، بنبدا ان احنا بقى نقلب في الكابوريا كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هنا لقيته لونها بقى اورنج كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم الكابوريا زي الجمبري، بتشم النار بتستوي يعني حرفيا. عايزه اقول لكم لحمها مسكر مسكر مسكر، واللي ما بيحبش الكابوريا بجد فايته كتير. هنزل هنا بقى بشويه كمون، عليهم شويه شطه، وهنزل بشويه ملح، وكده تقريبا انا خلصت التوابل. بمسكها بقى كده اهو بنطق فيها. يعني ايه بنطق فيها؟ بمسك الحله كده افضل انطقها كده بالشكل ده. وهنا بقى الريحه خطيره خطيره خطيره. دلوقتي بقى انا حاطه بقى شويه ميه بيسخنوا. دلوقتي هنزل بحوالي كوبايه عشان انا عايزه اعمل صوص للكابوريا. تمام. ههدي النار، هغطي الحله لمده 5 دقايق. الكابوريا معايا استوت. بصوا بقى. وهنا الرز اللهم بارك. يلا بينا بقى عشان نقلي السمك. عندي دقيق هنا، مش مش حاطه عليه اي حاجه ولا نشا ولا توابل، دقيق بس. تمام. همسك السمك المكرونه اللي هو من احب الحاجات لقلبي، بجد بحبه جدا. وبعد كده بقى هروح مبدره السمك المكرونه بالدقيق زي ما حضراتكم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان انا من عشاق السمك المقلي، بولتي مكرونه من عشاقه. تمام. السمك المكرونة ده ربنا يرحم ابويا، الله يرحمه بجد، هو اللي علمني اكله وهو اللي حببني فيه بجد. من احسن يعني بعمل الوصفة دي من قلبي بجد والله العظيم بانجح طريقة. واقول لكم كمان تريكات للقلي هتطلعها معاكم ناجحة 1000000% يا جماعة. بجد بقى. ويا سلام لما تاكلوها بقى بايتة تاني يوم باردة كده مقلية، تجيبوها في العيش بقى او مع الرز كده، يا خرابي على الجمال. بصوا بقى خلاص السمك المكرونة. هتيلي بقى هنا زيت يكون في حاجة غويطة سيكة يعني. تمام. اوعي تنزلي السمك المكرونة إلا لما الزيت يغلي ويكون سخن جدا. بعد كده هنوطي، هننزل درجة حرارة النار. تمام. وبعد كده بقى ايه، هنبدأ ان احنا نديها تعلية تاني اول ما تبدأ ان هي تخش معنا. بص انا بقلبها ازاي. اوعي تقلبي باي حاجه في السمك المكرونه، لازم ينزل على نار عاليه جدا والزيت يكون سخن، ويطلع مره واحده كده عشان يبقى طالع كله نفس اللون ومستوي، ولا يتكسر ولا يتهري معاكي. هخلص كده باقي الكميه، هننزل بقى بالكميه التانية بالشكل ده. الزيت سخن، النار عاليه زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. تمام. هنا كانت الكابوريا استوت والرز استوى، وعملنا اكل مطاعم سهل جدا بكل تركاته. بجد ما حدش هيقول لكم على الاسرار والتركات دي بما يرضي الله زي ما انتم شايفين كده، كما عودناكم من قبل. وزي ما انتم عارفين ان الشغل الشيف هدير، زي ما بقول بجد ملوش منافسين. بحبكم في الله بس كده.